بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. هل هذه هي النهاية؟ هل هذه النهاية المأساوية التي نشهدها الآن؟ لماذا ظهر حسام غالي فجأة على الشاشات وأعلن أنه رئيسا للنادي الأهلي في وجود زعيم النادي الأهلي الخطيب؟ لماذا؟ بعدها بساعات خرج علينا الكابتن محمود الخطيب ببيان بتنحيه عن رئاسة النادي الأهلي بعدم خوض الانتخابات القادمة في رئاسة النادي الأهلي. لماذا برضه؟ أحداث متسارعة ومتتالية. تحدثنا كثيرا عما يحدث في الإعلام الرياضي المصري. افحص القنوات الرياضية المصرية أو البرامج الرياضية المصرية كلها ضد الخطيب والنادي الأهلي بلا استثناء، كان مذيع زملكاوي أو أهلاوي. لما يخرج وزير يقول لك الأهلي لن يفوز، ومنصوبه يتخطى الوزير كمان نائب رئيس وزراء، ويعلن على الهواء أن الأهلي لن يفوز ويتحدى الخطيب. لما يخرج على الشاشات كل يوم انقاص من فوز الأهلي في أي بطولة، حتى وصل للعالمية أيضا انقاص من قيمة الأهلي في العالمية. هجوم وليس وقوف من جانب الأهلي. لماذا؟ سمعنا ذلك في الستينات. عبد الحكيم عامر علنا ومتعمد أبعد الأهلي عن البطولات المحلية أكثر من 10 سنوات، خسر فيها الأهلي البطولات تباعا. فاز بها الأولمبي، المحلة، الزمالك، الترسانة، وقبل أن يأتي الخطيب فاز الإسماعيلي موسم 71 تقريبا، واستمر الإسماعيلي بطل الدوري المصري لحين إشعار آخر لوقوف البطولات المحلية بسبب الحرب. وقتها ضم الإسماعيلي لاعبين من الأهلي ومن الأندية، وفاز وقتها بالإسماعيلي بالبطولة الإفريقية الوحيدة في حياته.